قصة آية. نحن نقص عليك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم في قصة آية، وسوف نتكلم إكمالا للحلقة الماضية. فعما تكلمنا في الحلقة الماضية؟ هل تكلمنا عن قصة نبي الله نوح؟ لا. هل تكلمنا عن قصة آيات نزلت في بر الوالدين؟ لا. هل تكلمنا عن قصة آيات نزلت في فرعون وموسى وما كان من طغيان فرعون وإيمان موسى؟ لا. هل تكلمنا في قصة النملة مع سليمان؟ لا. تكلمنا في الدرس الماضي أو في الحلقة الماضية حول قصة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وإلى الإنس. صحيح أن الذي يخالطه ويجالسه ويؤكله ويشاربه هم من الإنس، لكن الجن أيضا كانوا يأتون ويستمعون، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إذن الجن أيها الإخوة والأخوات كانوا يستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وولوا إلى قومهم منذرين، كما ذكر الله تعالى: بدأوا ينبهون قومهم على ما وقعوا فيه من أخطاء ويدعونهم إلى الإسلام. كنا وعدناكم في الحلقة الماضية أن نتكلم عن قول الله تعالى: ولوا إلى قومهم منذرين. ما أجمل أن يحمل الإنسان هم هذا الدين. لا شك أيها الإخوة أن الدين مسؤولية الجميع، وأن الله تعالى أوجب علينا جميعا أن نحمل هم الإسلام، وكلما كان الإنسان أكبر كان الهم الذي يحمله أكبر، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل هم الإسلام، والناس هموم، الناس عموما هموم. أعطيكم مثالا على ذلك. نفرض مثلا أن امرأة تعمل مسرحة شعر أو كوافيرة. دخلت هذه المرة وقد مضى لها قرابة 10 سنوات وهي تعمل هذا العمل. إن فتحت الكتالوجات التي تأتيها أو المجلات فإذا هي تتكلم في هذا الأمر عن تصفيف الشعر ونحوه. إن ذهبت وأخذت دورات فهي تأخذها في هذا المجال. إن أتى إليها من يبيعها أشياء فيبيعها أشياء تتعلق بهذا المجال. هذه المرأة التي هذا همها لو دخلت إلى مكان عرس فيه قرابة 500 امرأة، ما هو أول شيء سوف يلفت نظرها؟ شعور النساء بلا شك. هذا همها الذي تعيشه. ولو دخلت امرأة تشتغل خياطة لوجدت أن أول ما يلفت نظرها في هذا العرس هو فساتين النساء. ولو كان هناك رجل مثلا قد بنى بيتا ولم يبق له إلا أن يدهن واجهته يعني بلون معين، أصفر أو أخضر أو كذا، فتجد أنه إذا مر على البيوت في أحياء جديدة لا يكاد أن يفارق بصره هذه العمائر وهذه البيوت، لأجل أن هذا همه. لا يزال يريد الآن أن يختار لونا مناسبا يعني يطلي به واجهة منزله. هذه هموم. أنا لا أريد أن يكون همك شعر أو ثياب أو أن يكون همك بيت. أنا أريد أن يكون همك هذا الدين. أريد أن تكون مثل هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه. قال: فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. مباشرة ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. لاحظ هذا الإقبال وهذا النداء كله يدلك على أنهم فعلا كانوا يتصورون التقوى والإيمان ويدعونهم بها فعلا إلى الإسلام والصلاح. نحن لو نحمل هذا الهم لأفلحنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في طرقات المدينة يحمل هذا الهم، فيدعو الكبير والصغير والغني والفقير، يعلم الجاهل ويدعو الكافر ويحلم على الذي يؤذيه. يمشي صلى الله عليه وسلم
متعبا مجهدا ماضيا مهاجرا إلى المدينة، وفي أثناء الطريق يرى بريدة بن الحصيب أعرابيا في الصحراء، وينسى النبي صلى الله عليه وسلم طلب قريش له وتهديدهم له، ويبدأ يدعو بريدة بن الحصيب وهما في الصحراء إلى الإسلام، حتى أسلم بريدة رضي الله تعالى عنه. فانظر كيف كان يحمل صلى الله عليه وسلم مثل هذا الهم ويدعو الناس إليه. نحن ينبغي علينا جميعا فعلا أن نحمل هذا الهم وأن نتعبد لله سبحانه وتعالى به، حتى يكون الإنسان فعلا متقربا إلى الله تعالى حق القربى. يوسف عليه السلام كان ممن يحمل هذا الهم فعلا. انظر إلى يوسف لما قال سبحانه وتعالى عنه: ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يوسف قادر عليه الصلاة والسلام أن ينبئهم بتأويله مباشرة دون أن ينشغل بأي أمر آخر، لكنه كان يحمل هما عظيما يريد أن يدعوهم به إلى الإسلام. انظر كيف تكلم معهما: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. بدأ الآن يدخل في الدين، يقول أصلا أنتما أنا دائما أخبركم بما هو الطعام الذي سيأتيكم وما هو نوع الغداء والعشاء بناء على رؤى ترونها. من وين أنا حصلت هذا العلم؟ ذلكما مما علمني ربي. تدرون من هو ربي؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي. وبدأ يدعوهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان ويبين لهم عظمة هذا الدين. انظر إلى الرجل الذي يحمل الهم العظيم في قلبه الذي يريد أن يدعو به هؤلاء إلى دينه. هذا الهم الذي حمله هؤلاء الجن، يا ليت أن بعض الناس اليوم يستطيعون أن يحملوه، أن يتقربوا إلى الله تعالى به. ولو أن كل شخص أيها الإخوة والأخوات حمل هذا الهم، حمله الرجل في بيته وحملته الأم في بيتها، حمله الأخ والأخت، حملته الفتيات وحمله الشباب، بحيث أن الفتاة إذا رأت من عليه نوع تقصير في الطاعة حرصت على أن تدعوه إلى الطاعات وترك المنكرات، وكانت صادقة في مثل هذا. لو أننا حملناه جميعا لما وجدنا كثيرا من المنكرات تبدأ تنتشر في العالم. أما لما تكون الفتاة ترى المنكرات ثم تسكت عنها لا تنبه عليها، وأحيانا قد يقول الشيطان أنت أصلا عاصية يا واعظ الناس عما أنت فاعله، هلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. كيف تنصح الناس وأنت أصلا على معصية؟ أقول نعم يا أخي أنصح وأنا على معصية، لعل الله تعالى أن يوفقني للتوبة منها، لعل الله أن يأجرني على هذه النصيحة فيكون لي بها حسنات تغوص معصيتي في بحرها. أنا بها المعصية ما كفرت بالله، لا أزال مخاطبا بقول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لا يزال يشملني قول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لابد أن تستشعر فعلا مثل هذه الطاعة ومثل هذه العبادة حتى يرفعك رب العالمين درجات. أعرف واحد ما يصلي ينبغي أن أستميت في سبيل دعوته لأجل أن أجعله من المصلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. أعرف شخصا مثلا يقع في الفواحش أستميت في سبيل دعوته، يا فلان ما يجوز، يا فلان الزنات يعلقون يوم القيامة على بعراقيبهم بأسافل أرجلهم في النار ويضربون بسياط منه، يا فلان ما يجوز، هؤلاء يحبسون في تنور، اتق الله يا أخي تزوج بالحلال، هذا محرم، غض بصرك عن المحرمات. تعرفين مثلا فتاة تقع في بعض المنكرات تنصحينها، لابد أن يكون الإنسان عنده مثل هذا الهم. يا إخواني ماذا نقول إذا قال الرسول لنا ضيعتم سنتي والله مبقيها؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنا ما تركت لكم هذا الدين أبيض نقيا ناصعا، أنتم لماذا لطختموه؟ لماذا أهملتم هذا الدين؟ هذه الجواهر التي نثرتها لكم ومت عنكم، لماذا ما قمتم بحمايتها وصيانتها وتوزيعها للناس ورفع قدرها بين الناس؟ لذلك ينبغي أن نحمل فعلا مثل هذا الهم. الأمر الأخير، لا شك أن الجن يعتبرون عالما آخر غير عالم الإنس. إقامة العلاقات مع الجن من خلال سحر، من خلال كهانة أو عرافة، هذا لا يجوز أبدا،
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب في المعارك ولم يستعن بالجن. ما سمعنا يوم من الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة عددهم قليل قال يلا يا جن أعطونا من عندكم 1000 ولا 2000. لا، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم عالمهم الخاص، أن لهم يعني طريقتهم الخاصة. لا ينبغي لنا أن نبدأ نكون معهم علاقات قد تجرنا أحيانا إلى بعض المنكرات. ينبغي أن نفهم هذا جيدا وأن نستوعبه يعني تماما. بعض الناس الآن الذين يتقربون إلى الجن عبر الذبح لهم أو عبر إقامة أحيانا كتابة بعض الطلاسم في أوراق، أو أحيانا قد عياذا بالله يكفر بالله بإهانة المصحف أو السجود لصنم لأجل أن تطيعه الجن. بعض الناس الذين يستعملون الجن في أنواع السحر والسيرك وإلى غير ذلك. كل هذا لا يجوز ولا يجوز استعماله، بل ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن هذا حتى لا يبدأ يقع بعد ذلك في أنواع من الكفر أو الشرك. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله في حلقة قادمة. هذا محبكم الداعي لكم بالخير يودعكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.